لا اصلا وجده معروفين بالكعك كاسمين. عرفتي احنا الكعك ماشي ديال وجده ديال الجزائر. ياك هنايا حيت مع الحدود متولين قرابين لهم. هو المقروط. المقروط هو المقروط. المقروط بالتمر. نديروه المقروط كاين شي حوايج ما نعرفوهمش ديالكم نتوما كذلك عاوتاني شي حوايج. المقروط بالتمر والكعك هادو يعني حلوه جزائريه، ولكن حنايا في الحدود ديال مع الجزائر يعني الناس كلها كدير هنايا المقروط. بس كل حرام ما نوضوش بهذه الخدمه هذه مدارس تحلت ذاك الوقت عام 60، وهذيك المدرسه كانت تكون هاد السيدات تتكونهم عامين، والمديره ديال ذاك المدرسه جزائريه، وحياه الجزائر حتى هي جزائريه الله يرحمها، سميتها توريه الدراجي، هي اللي كانت مسؤوله على هذه المدرسه. ونعم المراه. وكل وحده في هذه المدرسه كانوا في القسم 30 ديال البنات، وكل وحده تجيب المرمى ديالها، وعندهم مرات السيمانه تيديروا الفشطه، تديروا الحلوى. لا هذاك داخل في التعليم. داخل في التعليم هذا. تتعلم تطيب وتتعلم تصوب الحلاوي. وكروشي وطرز غرزه طرز رباطي. هكذاك. ايوا. وخياطه لا هوت كوتور. ولا هوت كوتور. De ma grand-mère, Routia Preda, qui est venue au Maroc quand il y avait la guerre en Algérie, avec peu de moyens, avec sa famille, ses frères et sœurs. Elle a grandi dans une famille où elle a appris à coudre, et c'était quelque chose qui était partagé avec ses frères et sœurs. Et à travers le temps, elle a utilisé ça comme une qualité pour aider les femmes au Maroc à construire leur indépendance. هي تفخر بجدتها التي علمت الخياطة لبعض المغربيات، حيث كانت تعيش عائلتها في وجدة، وكانت فرصة لهن للتحرر والاستقلالية في حياتهن. Donc des femmes au Maroc venaient chez elles, elles les apprenaient à coudre. Comme ça, elles trouvaient l'autonomie dans leur vie et pouvaient avoir a career, un rôle dans la société. سي بيرو ممكن نعرفوا شنو الشيوخ اللي كان عندهم وقع في مسارك الفني وأثروا فيه. ولا أنسى كذلك أنني كنت أترقب إذاعة الجزائر الشقيقة للاستماع إلى بعض شيوخ هذا الفن، مثل الفنان الشهير عبد الكريم دالي رحمه الله، والشيخ أحمد بن عاشور، والشيخ المنور، والشيخ صادق البيجاي رحمهم الله جميعا، والشيخ عبد النصاري رحمه الله، والشيخ رضوان ولده. هذا في الواقع بعض الشيوخ العباقرة الذي تأثرت بهم وأخذت عنهم طريقة الغناء وكيفية تبليغه، وقد أتيحت لي بعد ذلك فرصة اللقاء بهم رحمهم الله جميعا. جا الاستقلال الوالد ديك الساعة مشهور إلا في العراسات، كانوا غير العراسات، ما كانش شي حاجة أخرى، ما كانش هذيك الساحة الشعبي ما كانش في المغرب، كانت العيطة. مي الشعبي اللي كنقولوا الشعبي ما كانش، كانوا التويشيات غنيوات اللي كيجيو من الجزائر افيك لي زارونجمون ديالنا، حنا كنا كنترانسفورمو كنردوهم الشعبي مغربي. هذاك هو الشعبي اللي كان، ما كانش الشعبي اللي كاين اليوم. المارينيين قبائل امازيغيه زناتيه ما كانوش في المغرب، هما جاو من الجنوب الشرقي ديال المغرب الاوسط، تما حنا ديال الجزائر اليوم. وهاد القبائل قبل ما يأسسوا الدوله طبعا كانوا تيتحركوا في هذا المجال، لانه كانوا قبائل اغلبهم كان قبائل رحال، كانوا تيتحركوا في هذا المجال ديال من شرق المغرب الاوسط حتى الغرب المغرب الاوسط. ويكفي التذكير بان لنا نزاع حميمي، ولكن نزاع قد يكون منعش. واش الدولة المارينية، الدولة الموحدية دولة مغربية أو جزائرية، هذا غير في إطار بعض الأمور، لأن السي عبد المؤمن أصله من الجزائر، ولكن عاصمة الإمبراطورية ديال الخط القندوسي. هذا القندوسي وهو جزائري، جاء
المغرب سنة 1828 استقر بمدينة فاس، كان كيبيع الأعشاب، كان صوفي، كان رجل متدين. هذا الطاجين اللي غادي نوجدوا انا قلتي هو ديال الدنجال وكيداروا له داك الرويصات ديالو، وكاين بعض العائلات اللي كيسميوه الطاجين التلمساني، وكاين بعض العائلات اللي كيسميوه الطاجين التلمساني. ولا هضرنا على الفلوس الوجديه عندها تاريخ قديم، دخيله من ضمننا من المنطقه الجزائريه، هي دخيله ومعروفه بها المنطقه الشرقيه. Les poupées citadines reprennent l'habit traditionnel. Le kaftan est l'élément essentiel. Le kaftan d'origine turque fut introduit au Maroc par le biais de l'Algérie sous domination ottomane. لقد بني جامع الكتبية الأول من طرف الخليفة عبد المؤمن بن علي الكومي عام 1147 ميلادية. إن هذا النظام الذكي مأخوذ من نموذج برج المنار بقلعة بني حماد في الجزائر، والذي بني في بداية القرن 11 ميلادي. الجزائر كانوا يخدموه، هما كانوا يخدموا البودان، واحد الاولى كان مشكل اخر، فهمت؟ حنايا المغاربه طورناه، عرف الجهه الشرقيه اغلبيه غير في وجده، هنا تقريبا في وجده. التسميه تاع البودان الاغلبيه جات من الجزائر. البودان فيه تقليه مخلطه فيه. كما توجد مجموعه كبيره من الجزائريين الذين جاءوا من تلمسان في القرنين الثامن والتاسع عشر. بسبب أهمية ميناء تطوان كان الجزائريون سببا في نقل الثقافة العثمانية إلى مدينتنا. نلاحظ تأثير الثقافة العثمانية من خلال ثقافة المطبخ وصناعة المجوهرات وتقاليد الزواج، فيما يمكن أن نذكر من الحلويات البقلاوة كمثال على هذا التأثير. كما كنعرفوا بان الجزائر اثناء الهجره ديالهم بعد سنه 1830 يعني احتلال فرنسا الجزائر، يعني نستطيعوا ندمجوا داخل المجتمع التطواني. يعني حنا بغينا شي تاثيرات دابا فيما يتعلق بالجزائريين، البصمات ديالهم تركوها في بعض المجالات مثلا بحال الطبخ، اللباس. طبعا هذه دابا الجاليه اللي جات من تطوان جات كتسعى او فقيره. نعم. فلوسها جات بالمتاع ديالها. نعم. طبعا جاو بالطبخ ديالهم بالحلويات ديالهم، فهمتي؟ لابد كان تاثير، لابد هذا كيعلم هذاك وفي ذاك الوقت اللي قلت لك حتى ذاك الصحفي الاراغون اللي كان كيوصف الجاليات اراغون ديك الساعه الاراغون انا عطيك من بعد طبعو هذا مزيان، هذا ديال تطوان كيوصف بان الجزائريين كانوا الناس ديال النخوه والنباهه. وزيد لك حاجه واحده اخرى، اول مقهى اللي تفتحت في تطوان الجزائريه، هاي الوسعه اول قهوه اللي دارت تطول مولاها يعني جزائري. واحده من القهوه علموه مع التجاره، علموه من اللباس، الطرز كانوا كيطرزوا، كانوا كيعدلوا كيصاوبوا. شي تاثير جزائري على بعض الحلويات اللي نعرفها. لا هي اللي قلت لك دابا، قلت لك بحال دابا بقلاوه، وباقي الاسم ديالها حتى بالتركيه كيعيطوا لها بقلاوه. نعم. والكنافه هي القطايف والمقروط، وكاين بعض الاشياء ربما كاين شي اشياء اخرى اللي ما بقاتش، ولكن دابا تطوان تبارك الله عليها بالطابع ديالها الاندلسي، واللي قلت لك اختلط هذا بهذا. كان شي ماكوله كان باقي عاقل عليها كيعيطوا لها شطيطحه الروز بالخلاع، واحد النوع وبزاف ديال الاشياء. ولكن دابا كتعرف دابا انا عمري ما دخلت في البحث ديال هادشي دابا اللي عطيتكم فيتكم به، هادشي اللي عندي، ولكن عمري ما بحثت بزاف باش نتقن. واول واحد اللي دخل العود نتطاول هو ولاد بن عبد اللطيف. هادو ولاد بن عبد اللطيف عندهم الزاويه ديالهم او عندهم الشيخ ديالهم هو في العاصمه، هادو كيعيطوا ولاد بن عبد اللطيف الثعلبي. الثعلبي واحد ضايح كبير تما واحد العلامه. والتطريز فيه تطريز تطواني وتتحاجر اللي هو اصل ديالو جزائري. العمامه اللي معروفه بها وجده، هذا الرزات يجيو من الجزائر القدام. وهذا المصطلح اللي هو نص الجزائري، شنو هو نص الجزائري او شنو هي الخياطه ديال النص الجزائري؟ هاد الخياطه هادي ما تديموداش وتنظم ما تتمشيش، ديما تتبقى وخياطه رائعه وخياطه شي حاجه شنو هي
هاد النص الجزائري هي الضفيره. ملي ولا بغينا نكملوا هاد الجزائري ترجع الجزائري تنزيدوا هاد ضفيره وجوج طراسن، يعني تيولوا عندنا جوج ضفاير حصنات، ومن الاحسن يكونوا طريسنات رقاق تتجي رائعه. اذا النص الجزائري هي ضفيره، ولا كانوا جوج ضفاير تتسمى الجزائري. هذه هي معلومات اليوم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. La musique غناتي الجيريان، لا ميوزيك كلاسيك الجيريان. أقدم جمعية تأسست سنة 1921 كان اسمها الجمعية الأندلسية، وأسسها محمد بن اسماعيل اللي جا من تلمسان إلى وجدة لغرض التدريس. بالنسبة للمغاربة تسمية هذا التراث بالجزائري هو ناتج عن تأثير الجزائر في المغرب، تأثير الجزائر في المغرب من خلال بعض المعلمين الذين كانوا يتوافدون على المغرب وخصوصا من تلمسان. والموسيقى الأندلسية الجزائرية العراقي بسبب au Maroc il y avait aussi Diéré la musique algérienne. Et en plus de ça هما كيغنيو الملحون كثر منا حنا، هما مازال كيوزعوه وكيديروا بزاف. يا grand échange بين الجزائر et le Maroc. على إثر الاحتلال الفرنسي للجزائر هاجر عدد من الجزائريين إلى المغرب بحثا عن الحرية، فنقلوا معهم ألوان الطرب الجزائري، واستطاعوا نشره بين الهواة بل تعليمه لكثير من محترفي الموسيقى بالمغرب. لم يمضي من الوقت غير اليسير حتى ظهر من بين المغاربة من أصبح يجيد الطرب الغرناطي إنشادا وعزفا. بعض المشايخ كانوا يأتون من تلمسان إلى مدينة وجدة لإحياء السهرات. هذا الوجود نتاع هذا التراث في مدينة وجدة هما العائلات الجزائرية اللي متواجدين بكثرة هنا في وجدة. دونك هذه العائلات هما اللي نقلوا لنا هذا التراث اللي حنا كنقولوا غرناطي، ما الاصل ديالو غادي نسميوه اندلسي جزائري. حنا باسكو اون بروش ان بتي بو دو لالجيري. واخا الكلمات حنا نقولوا ملي كنشوف انا شي كلمه الجيري كنردها كنحيدها كنديرها مغربيه بالدارجه ديالنا باش يفهموا انا لحقاش. والجزائريين وكانوا كيجيو من الجزائر داك الاغاني كيجيو المغرب بحال ضربيها الشيباني ولا بحال على الليلاني ولا كانش الشعبي ما كان مولوعه بالراي الجزائري. يعني كنت واخا مغربي موجده نعترف بلي الراي من الجزائر، والراي كيتغنى باللهجه الجزائريه. اللهجه ديال الراي الجزائريه سي تو افي نورمال باسكو لو راي كيتغنى باللهجه الجزائريه. Tu fais du rail algérien, truc c'est... Oui, mais on n'a jamais dit que c'était pas du rail algérien. J'ai jamais dit le contraire. الراي اغنيه جزائريه. البكبوكه الاصل ديالها ماشي مغربي، واخا تميزت بها المنطقه الشرقيه الا انها ماشي مغربيه. اذا الجزائريين هما اللي مروها لنا بحكم اننا حنايا منطقه حدوديه مع الجزائر. عزيز عليهم واحد الماكله اللي دخلت لنا حنا من الجزائر تسمى البكبوكه. ودابا غادي نشوفوا هذا النوع ديال الحلوى بالبقلاوه. اييه بقلاوه وكلا هذه دخلت من الجزائر. نعم المهاجرين الجزائريين هما اللي جابوها تطوان. اييه ساهل من حيث القطايف انا نعملها، من حيث المطبخ المغربي فيه القطايف، من حيث المهاجرين الجزائريين اللي جابوا لنا القطايف في عام 1730 في مدينة العرائش، ودخلوا العجين تاع البسطيلة اللي يسموها دركا ديولو منا، من حيث حنا تعلمنا هذا الشيء من عند الجزائريين. هذا قفطانك محلول، هذه القطعة زوينة، هذه الابارتيان او دومين بوبليك، يعني الاصل ديالها هي من الجزائر. نعم كيقول لك فلان حافظ القصيده الفلانيه راه عاد جا مهران ولا جا تلمسان ولا هذا، خصك تعرض له وتجيبه للدار وتعمل له العرضه وتجلسوا وتاكلوا وتشربوا وتسكنوا، لا يكون يعطيك الكلام ويدور معاك القصيده. الوليد مع شحال يعني اللي كانوا المهمين الجزائر جاو عندنا الفاس، والوليد هو اللي عرض عليهم عبد الكريم داني حيت باش تتعلم ما كاين حتى شي مويان، ما كاين لا في الراديو ولا والو. خصك هذاك اللي حافظ القصيده ولا اللي كتب القصيده
تعرض عليه وتعمل له لا سيدي ومولاي باش لا يكون يهديه الله في 3 ولا في 4 الصباح عاد يقول لك واجي يلا واجي حدايا ولا جلس حدايا انا غنعطيك صافي غنعطيك الكادو ديالي هذاك الكادو. مصطفى السكندراني ولا مع عبد الغني بن القايد اللي كان لوبيرا دالجي، ورينا لهم الفن ديالنا، ورينا لهم اش كنسواو في الفن اللي ديالهم هو في الاصل. هو القفطان عنده جذور واصول تركيه فارسيه، ومن بعد ملي جاو العثمانيين للجزائر ودخلوا اولا الجزائر قبل ما يدخلوا المغرب، ومن بعد وصل لينا حنا من بعد. من اين اتى القفطان الى المغرب؟ لنشاهد. مرور الزمن ومع الاستعمار ديال لي ترك ليجيبت للجزائر دخلتنا الثقافه ديال القفطان. بزاف ديال العائلات تركيه اللي كانت عايشه في الجزائر كانت هاجرت في الاحتلال الفرنسي للجزائر للمغرب واستقرت في تطوان. فتطوان كنجبروا فيها بزاف ديال العادات عثمانيه وتقاليد عثمانيه كتجسد بالخصوص في الطرز ديال اللي بحث ان القفطان الاصل ديالو الاصل كيرجع للتركيين يعني والترك يعني هما دازوا من الجزائر. مخيطه بالجزيري. يبدو أن المذهب الغرناطي القائم بمدينة وجدة تسرب إليها من تلمسان، وذلك لأنه لم يثبت تاريخيا وجود عناصر أندلسية هاجرت مباشرة إلى وجدة، اللهم ألا أن تكون مجازا عبرته وهي في طريقها إلى تلمسان. الجزائر الموسيقى الغرناطية اللي احنا بصدد أننا إن شاء الله غنحكيو عليها. كذلك قدوم بعض الجزائريين، بعض العائلات الجزائرية لمدينة الرباط. بحال عائلة بن غربيط تماما. محمد بن غبريط فعلا كان له دور كبير في نشر الطرب الغرناطي. Aujourd'hui c'est de la musique gharnati, c'est de la musique on peut dire un peu algérienne. Un peu algérienne, mais bien sûr parce que le Maroc est connu pourquoi. حنايا عندنا المدرسة اللي معروفة في وجدة هي المدرسة التلمسانية نظرا لقرب الجزائر من المغرب، ووجدة خاصة كانت يعني ما كتبعدش بزاف على تلمسان. كتعرفي ان تلمسان ووجدة بيناتهم 60 كيلومتر، يعني مسافة قصيرة. وكان في وقت في عهد الاستعمار كانوا ينشطوا في هذه الجمعيه الاندلسيه اللي كانوا كيجيو من فنانين من تلمسان ويتلاقاو بفنانين تاع وجده وكيديروا بيناتهم يعني تداريب. الفرنسيين غادي يقرروا في 1921 يجيبوا هذاك بوجمع العملي اللي هو قبايلي جزائري في الاصل ولكن فنان مهم، وغادي يقول لي سير اختار في المغرب شنو هي المنطقه اللي يمكن اللي فيها الخزف واللي يمكن تساعد على الانقاذ ديالو. غادي يختار اسفي وغادي يدار مدرسه، وهذه المدرسه ديال اسفي هي اللي غادي تخرج منها هذه الفنون بحال هذا النوع اللي ما بقاش تيدار اليوم، لا من حيث الشكل ولا من حيث الاتقان ولا من حيث الالوان او غيرها. وجدة هي خليط من الحضارات وخليط من التقاليد ورياح جاية من الجارة الجزائر، عبير من الموسيقى المتنوعة، خليط من الرقادة، من الطرب الغرناطي، من الراي. بعد دوزتي اللبسة ديال الكراكو. الكراكو عندكم نتوما ضروري في العز. بالنسبه للعماريه اللي درتي يعني كانت اللبسه فيها لبسه عاوتاني متميزه. هذه اللبسه عندها انسبيراسيون من الجزائر. نعم طبعا. من اي مدينه؟ هذيك الاصل ديال هذيك اللبسه تلمسانيه ولا تلمسانيه. فالحدود الثقافيه لا تعترف بالحدود السياسيه، كما يبدو ان تأثير الأندلس والحضارة العثمانية التي حكمت الجزائر 3 قرون تركت بصماتها في الموروث الثقافي الجزائري الذي انتقل إلى المغرب بحكم الجوار، ويظهر هذا التأثير بجلاء في الزي والحلي.
في الطلة الأولى ترتدي العروس الزي التلمساني ويزين رأسها بما يعرف بالشدة التلمسانية. المدعوات أيضا يحرصن على ارتداء فساتين جميلة تتشابه مع أزياء الغرب الجزائري، أشعارها الكراكو والزي الوهراني والزي القسطنطيني، وتضعن على جبينهن خيط الروح المرصع بالأحجار الكريمة وكرفش بلحية. والآن جاء دور الفستان القسطنطيني. يعتبر الزي القسطنطيني من أفخر الأزياء التي تسعى كل عروس امتلاكها.